السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا خير وصحة وسلامة. ومعاكم احمد عبد الغني، وجينا نكمل مع بعض سلسلة اتعلم ادارة مع الحاج سردينة. وزي ما اتعودنا كل مرة ان احنا بنطرح سؤال وبنشوف الاجابة في سياق درامي، وبعد كده بنقول تحليل بسيط عن الاجابة اللي احنا شفناها. النهاردة سؤالنا حلو جدا. يا ترى ايه الحاجتين اللي بيكملوا بعض اللي لازم تكتسبهم خلال حياتك العملية، سواء كنت لسه بادئها او بدأتها من فترة قصيرة او طويلة، ايا كانت هي الفترة اللي انت اللي قضيتها في حياتك العمليه واللي لسه هتقضيها. ترى ايه الحاجتين المهمين جدا اللي بيكملوا بعض اللي لازم تكتسبهم خلال الفتره دي؟ يلا بينا نشوف الاجابه في السياق درامي، ونشوف مدى تاثير الحاجتين دول على شخصيتك في الحياه العمليه، وتحليل بسيط بعد ما نشوف الاجابه مع بعض. يلا بينا يلا بينا. الجدع الاولاني اللي زود ده ليه ما خلتنيش اعرقه؟ لا ده اونطاجي. وعرفت منين انه اونطاجي؟ اللي يزود بالخمسة والعشرة يبقى داخل يخم وعايز يهتنا عشان يلهف له قرشين، لكن اللي زي المعلم نصحي ده بقى بيزود بالالف والالفين لانه عايز يكسب وحاسبها بالملي. اللي زي ده بقى تخاف منه ولازم تعرقه وتزيحه من طريقه. زي ما شفنا بالظبط كده، المشهد ده كان بعد اول مزاد يحضره عبد الغفور مع الحاج ابراهيم سردينة. كان منبهر جدا ازاي المزاد يرسى على الحاج ابراهيم سردينة، وازاي ان هو قدر ياخد قرارات خلال المزاد صح خليته في الاخر ان هو في الاخر يكسب وان هو يفوز بالمزاد في النهايه. الحاجتين هما اللي بيكملوا بعض. اول حاجه انك انت تتعلم طول ما انت شغال، تتعلم من كل حاجه بتحصل لك، تتعلم من السلبيات قبل الايجابيات. السلبيات بتعلمك حاجات كتير جدا، بتعلمك ازاي انك انت تتفاداها فيما بعد، والايجابيات بتديك ثقه كبيره جدا انك انت لما تعدي عليك الموقف مره واثنين وثلاثه وانت اوريدي عارف انك انت القرار المناسب او الحل المناسب اللي انت خدته قبل كده هو اللي هيمشي، فبتديك ثقه كبيره جدا. فالتعليم بيجيب ثقه، والثقه بتجيب خبره، والخبره بتجيب انك انت بتبقى عندك رؤيه كويسه جدا، وعندك الحكمه انك انت تقدر تاخد قرار مناسب في الوقت المناسب، ويكون القرار صح وصائب بنسبه كبيره جدا. الحاجتين دول مهمين جدا، لازما اوعى تغفل عنهم. دايما انك انت تتعلم تطور من نفسك طول ما انت شغال. طبعا ده هي في الاخر ريفلكت عليك او امباكت عليك بالخبره. الخبره مهمه جدا جدا جدا، وكل ما بتزداد خبره وكل ما بتبقى انت عندك خبره كبيره وتعرضت لمواقف كتير وعارف انك انت ازاي تتحكم في تاخد قرارات مناسبه في المواقف اللي بتتعرض لها، ده بيديك تقل كبير جدا وبيديك حكمه انك انت بيبقى عندك السكيلز المهمه، انك انت عندك القدره انك تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. يا رب تكون معلوماتنا النهارده تكون كويسه وسؤالنا يكون مفيد ليكم، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه بحضر لكم كام سلسله جديده. هنبدا بواحده منهم وان شاء الله تكون مفيده جدا 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 وهتكون بصوره عمليه، وهسيبها مفاجاه للمره الجايه او اللي بعديها اكون حضرتها بصوره كويسه ونبدا فيها على بركه الله، طبعا مع سلسله معلومه في فيديو وتعلم اداره مع الحاج سردينة. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.